لما جارتك المتجوزة في بيت عيلة تنشف منها البسبوسة وتعضم، ممكن يكون عيب السميد أو الفرن، الله أعلم. باظت منها البسبوسة وخلاص، وتقولك الحقيني سلايفة يضحكوا عليا. قلت لها أعملك من البسبوسة البايظة الناشفة المعضمة دي حاجة أحلى من البسبوسة وأخف من الروان. وتعالى أقولكم في آخر الفيديو رد فعل سلايفة وجوزها كان إيه. جبت البسبوسة الناشفة اللي معضمة اللي خلاص المفروض تترمي، يعني ما يتعملش بيها أي حاجة. جبتها حطيتها في الكبة، لازم تعمليها في الكبة مش الخلاط، عشان الكبة طبعا ليها السكاكين بتاعتها أقوى من الخلاط. حطيت فيها كمية السميد بتاعتنا، لو كمية السميد كتيرة حطيها شوية بشوية. هتحط عليهم مج من اللبن بالمج الموجود في أي مطبخ وتدور بيهم على الكبة. احنا عايزين البسبوسة تبقى زي حبات الرمل، وصلت لحد حبات الرمل كده هنضيفوا عليها شوية إضافات تاني. نزلت عليها بيضة واحدة بس، ولازم البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تطلعهاش من التلاجة. نزلت عليها بنقطتين أو 3 من الفانيليا السايلة، ونزلت عليهم بكيس من البيكنج باودر أو الكيك شيف. هتضربوهم تاني بالكب برضو لحد ما تنعميهم. انت مهما ضربتي فيها برضو مش هتنعم خالص، هتبقى زي حبات الرمل برضو. نزلت عليهم بأقل من نص مج من الزيت، ولازم الزيت يكون نظيف. كل مرة بقول لازم الزيت يكون نظيف عشان يطلع طعمه حلو في أي حاجة انت بتعمليها. وهترجع برضو تضربيهم تاني ضربة على الكب. خلاص كده ضربنا الخليط خالص، هتكوني مجهزة الصينية بتاعتك ودهناها كويس من الزيت. والزيت برضو لازم يكون نظيف. ولازم برضو وانتي حاطة الكمية السميد بتاعتك لازم توزعيها كويس، تخبطيها كام خبطة كده على الرخامة بتاعتك عشان البسبوسة بتاعتك كلها تتوزع كويس متساوية في الصينية. هتكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هتدخليها في الرف الأوسط، هتقعد معاكي حوالي 20 دقيقة. وهي برضو على الفرن كل شوية تديريها وتقلبيها. وهي على الفرن هنجهزوا الشربات بتاع البسبوسة، وهو كوبين من المية عليهم مج من السكر. حطيت عليهم نص عصرة ليمونة وترمي القشر بتاعتها، هتدي ريحة للمية حلوة خالص. هتحطيهم على النار، هيفضل على النار حوالي 8 دقايق. ومن نجاح البسبوسة ان الشربات بتاع البسبوسة ما يكونش يعني تخين، لازم يبقى خفيف عشان البسبوسة بتاعتنا تشرب الشربات كله. بعد ما قعدت على الفرن حوالي 20 دقيقة، وكل شوية برضو اديرها عشان تاخد لون موحد. طلعتها من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا على فكرة ما عملتش الشربات غير لما اتأكدت ان هي نجحت معايا. لما خلاص حسيت ان هي ارتفعت معايا وناجحة عملت الشربات، مش هياخد كده اصلا وقت معاكم. طبعا احنا البسبوسة هنطلعوها من على الفرن هتكون سخنة، والشربات بتاعها هيكون سخن. وكل ما تسقيها لما تكون ناجحة معاكي، كل ما تسقيها هتشرب الشربات كله معاكي، مش هتبقي اي حاجة من كمية الشربات اللي احنا عاملينها، هتشرب الشربات كله. هي خدت معايا كوبايتين المية اللي انا حطيتهم كلهم، ما زودتش منهم اي حاجة. طبعا دي مش الكمية دي كلها، لا ده في شوية تاني انا حطيتهم في صينية اصغر من دي. ولازم طبعا تدخل على درجة حرارة سخنة، ما تدخلهاش على درجة حرارة باردة لان هي اصلا مستوية، فمش هتاخد حاجة معاك. خلاص كده انا زجيتها بالشربات. لازم بعد كده طبعا تقطعيها بالسكينة. بوريكم السكينة بقولكم بصوا من طراوة البسبوسة بتاعتنا او الرواني بتاعتنا، الله اعلم دي ايه، يعني مش عارفاها هي طلعت ايه اصلا. بس في النهاية ان طلعت حاجة حلوة كده وخفيفة ومرملة على الاخر. احلى من البسبوسة، والله العظيم احلى من البسبوسة واخف من الرواني. تاكليها كده حاجة حلوة وحاجة مختلفة ما اتعملتش قبل كده. وهتتقطع معاكي بسهولة ان هي طرية. وطبعا بتحطيها في التلاجة، بعد ما تحطيها في التلاجة هتبقى طعمها احلى واحلى كمان. وولادك هيشكروك عليها فعلا، لانها وصفة مختلفة وحاجة كده عملناها ما اترمتش، يعني حاجة عملناها من حاجة باظة كانت هتترمي معانا. من اجمل الوصفات اللي انت ممكن تعمليها. وهتلاقيها خلعة كده معاكي من الصينية ومش لازقة ابدا، وطرية ومرملة وزي العسل. ربنا يحسن ما بين ايديكم. هتتمنوا ان البسبوسة تبوظ منكم دايما عشان تجربوا الوصفة القمر دي. حاجة كده حلوة وحاجة تحفة. وفعلا كل اللي كل منها في بيت جارتي دي شكرها وقال لها انت عملت الوصفة التحفة دي ازاي. يعني كل اللي كلها فعلا طلب الطريقة عشان فعلا طريقة مختلفة. فيعني عجبتهم جدا جدا الطريقة والوصفة الحلوة دي. ان شاء الله كده تعملوها وتجربوها وهتنجح معاكم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك. ولو عملتي لايك كده وما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من عندنا هنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.